الحمد لله ولي المؤمنين، الحمد لله ناصر الصابرين، الحمد لله مؤيد المؤمنين المتقين، الحمد لله قاصم الجبارين المتكبرين، الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله كرامة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتكليفا لأمته من بعده إلى يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده بعد أن حاصرته من كل الجهات فخاب ظنها وفشل حصارها. والصلاة والسلام على إمام الدعاة الصادقين وسيد الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي سلمه الله مفاتيح الأقصى في السماوات العلى وجعله إماماً في الأقصى لكل أنبيائه ورسله السابقين، مصداقاً لأخذ الميثاق على الأنبياء على أتباعه عند مبعثه، وليكونوا شهداء على أتباعهم بقضاء الله تعالى أن ترث الأمة الإسلامية أمانة المسجد الأقصى بعد ختم النبوة. فالأمة المسلمة ورثت المسجد الأقصى من الأمم السابقة بأمر من الله تعالى في القرآن الكريم، فهي الأمة التي استحفظت الأمانة على الناس، فاستحقت أمة الإسلام أن تكون خير أمة أخرجت للناس بما استحفظت من الكتاب الكريم وبما استأمنت عليه من مساجد الله في الأرض، وفي مقدمها المساجد الثلاثة التي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم شد الرحال إليها: المسجد الحرام والمسجد النبوي وهذا المسجد الأقصى المبارك. ورضي الله عن أتباع نبيه الصادقين من أهل بيته وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سبل المؤمنين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أهل بيت المقدس الصابرين الصامدين، طوبى لكم، طوبى لكم مقامكم ورباطكم، طوبى لكم بشرى رسول الله محمد المصطفى أنكم أنتم ومعكم في أكناف بيت المقدس، أنكم على الحق قائمين، لا يضركم من خذلكم ولا ينتصر عليكم عدوكم مهما امتلكوا من السلاح والمال والتأييد الدولي الظالم، فالله القوي العزيز معكم وهو على كل شيء قدير. فاصبروا في رباطكم وجهادكم وحمايتكم المسجد الأقصى المبارك حتى يأذن الله بالنصر، فقد شرف وحده دون بيوته في الأرض بأن صلى فيه كل الأنبياء والرسل، وعظمه بأن جعل إمام خاتم أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أيها المقدسيون ويا زوار بيت المسجد الأقصى ويا مرابطي ومرابطات المسجد الأقصى، إن استهداف المسجد الأقصى في هذا العصر ليس بالأمر الجديد، فقد استفادته الدول الكثيرة في التاريخ، ولكن الله تبارك وتعالى أراد لبيت المقدس مقصدا آخر، وهذا إرادة الله، ولذلك أنزل ذكره في القرآن الكريم وخلده
وجعله في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسراه. فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من الهوى حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. فسئل فقيل: يا رسول الله وأين هم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أيها الإخوة والأخوات، إن مقصد القرآن الكريم في سورة الإسراء أن يرتبط المسلمين بالمسجد الأقصى والقدس ارتباطهم بالمسجد الحرام ومكة المكرمة ارتباطا دينيا عقديا. وإن مقصد السنة النبوية في حديث الطائفة المنصورة أن يرتبط وجود المسلمين كأمة بالمسجد الأقصى وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وأن لا يخرجوا منها إلى يوم الدين مهما تعرضوا للأذى، فما هو إلا لهوى. أيها المقدسيون الشرفاء، إن المسلمين أمام عقيدة قرآنية إسلامية للقدس وبيت المقدس هي جزء من إيمانهم وعقيدتهم، لا يكتمل الإيمان إلا بها، ولا يتحقق الانتماء إلى الأمة الإسلامية بدونها. والمسلمون مجمعون في الماضي والحاضر على هذه الرؤية، لأنها مستندة إلى أصل قرآني وبيان نبوي وإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. وقد آمنت الأجيال المسلمة كلها بهذه الرؤية القرآنية الإسلامية، فلم يقع خلاف بين المسلمين على مكانة مدينة القدس الدينية ولا على تفسير النصوص الدينية المتعلقة بالقدس عند كافة المدارس والمذاهب الإسلامية. أيها المقدسيون، تيقنوا فإن قضيتكم قضيتنا كأمة مسلمة، وإن جراحكم في أجسادنا، لا تفضلا منا ولا منا، وإنما واجب علينا دينا. فقضية الأقصى وما تحمله من مشاعر إنسانية محطة هي قضية أمة لا تملك التنازل فيها عن دينها وعقيدتها وما كلفها الله به من أمانة وعبادة. أيها المقدسيون الأبطال، لقد تعرض سكان القدس على مر العصور إلى صنوف من الاضطهاد والتعذيب والقتل والتشريد، ولم يعرفوا الحرية الدينية ولا الأمان الاجتماعي ولا الاستقرار الاقتصادي ولا العقل السياسي إلا في العصور الإسلامية. فكانت العهود الإسلامية كلها عهود عقل وأمان وسلام، بداية من الخلافة الراشدة منذ أن فتحها الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى العصور الإسلامية التالية الأموية والعباسية والأيوبية والمملوكية والعهد العثماني الذي أولى القدس مكانة مقدسة وشأنا دينيا عظيما. فقد كشف العهد العثماني أن شأن القدس مقدس بسبب مكانتها الدينية أولا،
وبسبب ما وجدوه لدى المسلمين والعرب تحديدا من محبة كبيرة للقدس والمسجد الأقصى وقبة الصخرة وغيرها من الأماكن المقدسة الإسلامية فيها، فعمل العثمانيون على الرباط فيها وبناء الأسوار والقلاع، وأخذ كل أسباب القوة والمنعة فيها. لقد كان دخول العثمانيين للقدس سلميا بدون إراقة أي دماء، كما دخل صلاح الدين الأيوبي وكما دخل عمر بن الخطاب بإراقة أي دماء، بدون إراقة أي دماء. وبعد هذا التاريخ بيومين قام السلطان السليم الأول بزيارة خاصة لمدينة القدس قبل ذهابه إلى مصر، وقد حافظت السلطنة العثمانية على الامتيازات الدينية الممنوحة لغير المسلمين في عهد المماليك. وأصدر السلطان السليم الأول منشورا ترك بموجبه للروم حرية التصرف بكنائسهم والأماكن المخصصة لهم للعبادة ومزارع الزيتون وما شابهها من الممتلكات التي كانوا يمتلكونها، مثل ما كان يتصرف بها في السابق من قبل البطريركيات، وقرر إعفاءها من الضرائب. ومنح السلطان السليم الأول طائفة الأرمن في القدس حق التصرف بمعابدهم مثل ما كانوا يتصرفون فيها من قبل. وقد حدد في هذا الفرمان الذي صدره قاضي القدس بخطه كل حقوقهم وطرق حماية هذه الحقوق ومنع أي تجاوز عليها، وهذا الفرمان لا يزال موجود بين أيدينا. ولقد كان هذا الفرمان العثماني مبني على العقد العمرية التي بيّنت للمسيحيين واليهود حقوقهم وواجباتهم، ولذلك كانت بداية العهد العثماني في القدس الشريف عهد رحمة وأمن وسلام لكل سكانها ولكل أهل الطوائف والأديان ما داموا مسالمين وغير معتدين على حقوق غيرهم. وقد قام العثمانيون بالكثير من عمليات البناء والعمارة والتهنيد والتجديد على غالبية أماكن القدس. أيها المحدثيون، تيقنوا إن إخوتكم في تركيا وفي رئاسة الشؤون الدينية خصوصا لهم مسؤولية النصرة وسد العدوان، وهذه الزيارة لا تحمل إلا معنى واحدا، وهو أننا منكم، أننا معكم، أننا شعب تركيا منكم ومعكم، وما يؤلمكم يؤلمنا، وما يؤلمكم يؤلمنا، وتقديم كل ما يلزمكم أمر واجب علينا كما كان واجب على كل المسلمين في العالم. لقد نسجت صلاة القرب والقربى بين بلادنا وفلسطين منذ 16 قرنا قبل الميلاد أو يزيد، حيث كان مولود خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في مدينة عرفة التركية، فهناك ولد وعاش وأنزل الله عليه الوحي واختاره نبيا ورسولا، وأراد النمرود الشريف به شرا وحرقا، ولكن الله أراد به نجاة وخيرا فأنجاه من نار النمرود، وهاجر من عرفة إلى أرض كنعان وفلسطين، فأقام في مدينة الخليل الفلسطينية. وفي قصة إبراهيم عليه السلام قصص وعبرة لنا ولكم ولكل أبناء إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فأولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين، وهو سبحانه القادر على نجاتهم ممن أراد بهم شرا أو قتلا أو حرقا. نسأل الله لنا ولكم النجاة والخير.
وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسدد خطانا وإياكم على طريق الطاعة والأخوة ونصرة الحق وأهله. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.